اوكي. هناخد يا ولاد الهمزة المتطرفة وأمثلة عليها. لما الصفحة تظهر عندنا عرفونا. ظهرت؟ ظهرت. ايوه طيب دي ظهرت. بيقول لنا هنا يا ولاد الهمزة المتطرفة. يعني ايه همزة ايوه متطرفة؟ يعني ايه همزة متطرفة؟ يعني اللي بتبقى على الطرف. عارفين يعني ايه اللي بتبقى على الطرف؟ اللي بتبقى في آخر الكلمة. اللي بتبقى في آخر الكلمة خالص بنسميها همزة متطرفة، يعني على الطرف. الهمزة المتطرفة دي ليها حالات، بترسم على ألف. 4 حاجات أهي: على ألف أو على واو أو على ياء أو على السطر. طب إمتى بتترسم على ألف؟ لما بيبقى اللي قبلها مفتوح، زي كلمة سبق، قرأ، سبق، قرأ، قرأ. الفتحة يا ولاد بتحب الألف، والضمة بتحب الواو، والكسرة بتحب الياء. زي ما احنا كده قلنا في حروف المد، الألف تحب الفتحة، والواو تحب الضمة، والياء تحب الكسرة. ده كناية عن الحرف اللي قبل ألف المد بيبقى عليه فتحة، والحرف اللي قبل واو المد بيبقى عليه ضمة، والحرف اللي قبل ياء المد بيبقى تحتيه كسرة. الهمزة المتطرفة زيهم كده. الهمزة المتطرفة لو كان الحرف اللي قبلها عليه فتحة، الهمزة تترسم على فتحة، تترسم على ألف، زي سبق، زي قرأ. أو ترسم الهمزة المتطرفة على واو لو كان الحرف اللي قبلها عليه ضمة، زي لؤ، لؤ. وترسم على ياء لو كان الحرف اللي قبلها تحتيه كسرة، زي مبادئ، شاطئ. وتترسم على السطر في حالتين: لو كان الحرف اللي قبلها عليه سكون، أو لو كان الحرف اللي قبلها ألف مد. يبقى إذا كان قبلها ألف مد ترسم على السطر، زي صحراء، سماء، ذكاء. ترسم برضو على السطر لو كان الحرف اللي قبلها عليه سكون، زي عبء، شيء. دي يا ولاد باختصار جدا الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة يا إما على ألف أو على واو أو على ياء أو على السطر. على ألف لو كان الحرف اللي قبلها مفتوح، على واو لو كان الحرف اللي قبلها مضموم، على ياء لو كان الحرف اللي قبلها مكسور. على السطر حالتين تترسم على السطر: لو كان قبلها ألف مد، أو لو كان الحرف اللي قبلها ساكن، زي عبء وشيء. نشوف أمثلة على كده. مفهومة يا ولاد؟ حد عنده صعوبة فيها؟ لا ايه ميس. تمام، لا هنشوف يا أمثلة ميس. علشان نفهم أكتر. جايب لنا كلمات مكتوبة ممكن بطريقة غلط، والمفروض إن احنا نشوف الطريقة الصح أو نختار الطريقة الصح لكتابة الكلمات دي على حسب الحرف اللي قبلها. يبقى اللي بيتحكم في كتابة الهمزة المتطرفة أنهي حرف؟ الحرف اللي قبلها عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون. اختر الإجابة الصحيحة. والمد. جميع الكلمات صحيحة إملائيا ما عدا. طيب احنا عاوزين نعرف حاجة مع بعض. يتبوأ، هسأل بقى جودي. نعم يا يتبوأ، ميس. يتبوأ دي كده صح ولا غلط؟ يتبوأ. امم إيه الحرف صح. صح علشان هي مكتوبة على ألف والحرف اللي قبلها عليه فتحة، تبقى صح. التباطؤ، عمر شريف، صح ولا غلط؟ تبوأ. صح يا عمر، مرسومة على واو أو والحرف اللي قبلها عليه ضمة، تبقى صح. جزء، بتول، صح ولا غلط؟ نعم يا ميس. جزء، صح ولا غلط؟ الهمزة دي كده صح ولا غلط. غلط؟ غلط ليه؟ هي مكتوبة على عايزة. السطر والحرف اللي قبلها عليه سكون، تبقى صح. مكتوبة على السطر، اه صح. مكتوبة على السطر عشان الحرف اللي قبلها عليه سكون. طيب قارئ، نور، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، لأن هي المفروض كانت تبقى على ياء، لأن الحرف اللي قبلها تحتيه كسر، فدي غلط. الصح إن هي تبقى مكتوبة على ياء. طيب براء،
يحتاج المصلي في صلاته إلى جو. اختار الصح. إلى جو يا مس هادئ. هديت كسرة صح؟ دي كسرة هادئ، تمام. تبقى هي دي الصح. برافو، لأن هي مكتوبة على ياء عشان الحرف اللي قبلها تحتيه كسرة. طيب ريتال، الملابس الثقيلة في الشتاء تشعرني بالدفء. فين الكلمة الصح؟ الدفء الفاء عليها سكون، يبقى الهمزة على ايه؟ ركزي يا ريتال. ها، الفاء عليها سكون، تبقى الهمزة على ايه؟ ماء عليها سكون. الفاء عليها سكون، الدفء. دي برافو، قلنا الهمزة بتكتب على السطر لما يكون قبلها ألف مد، أو الحرف اللي قبلها عليه سكون، زي شيء وزي جزء وزي دفء. طيب جودي، نعم. كتبت الهمزة المتطرفة في تكافؤ على واو، لأن ما قبل الهمزة لأن ما قبل الهمزة مضموم. مضموم. برافو. عمر شريف، كتبت الهمزة المتطرفة في مبدأ على ألف، لأن ما قبل الهمزة لأن ما قبل الهمزة أيوة صح، مفتوح. مفتوح. برافو. شوف المثال اللي بعد كده. مثلا مش المفروض مضمومة؟ ايه دي اللي مضمومة يا نور؟ هو السؤال بيقول الكلمة مش فاكرة كلمة ايه في آخرها واو وعلى العلامة فوق، فالمفروض اللي هي الكلمة اللي قبليها تحتيها عليها ضمة، تبقى أيوة، مضمومة مش مفتوحة. كتبت الهمزة المتطرفة في تكافؤ على واو، لأن ما قبل الهمزة مضموم. جودي قالتها كده، مش كده يا جودي؟ أيوة يا ميس أنا قلت مفتوحة، حد قال مفتوحة، يا هي قالت حبيبتي يا مضمومة نور، حد انت قال اللي مفتوحة. مش مركزة يا نور، انت اللي مش مركزة. لو سمحتي ركزي معانا. عمر شريف قال كتبت الهمزة المتطرفة في مبدأ على ألف لأن ما قبلها مفتوح. معنى كده ان انت مش مركزة، كنت سرحانة في ايه بقى؟ كنت بشرب مية بس بصراحة. شفتي؟ السؤال التاني، قولي يا نور. لا لا، بتول، ساعدي الهمزة المتطرفة لتسكن في مكانها الصحيح. بصي يا بتول، لا يجرؤ المسلم على الكذب، هنحط انهي همزة هنا؟ سوري معلش، سوري. هنحط الهمزة العادية عشان في ضمة. الهمزة العادية اللي هي فين؟ يعني اللي على ألف، ولا اللي على واو، ولا اللي على ياء، ولا اللي على السطر؟ على السطر. اللي على السطر. هنحط اللي على السطر عشان اللي قبلها عليه ضمة. صححي لها يا لا نور. هنحط اللي على الواو. اللي على واو. طيب، بنرسم الهمزة على واو لما يكون الحرف اللي قبلها مضموم. قولي يا خديجة، يلجأ المؤمن إلى ربه دائما. يلجأ، هنحط الهمزة اللي على إيه؟ خلي بالك إن الجيم عليها فتح. فتحة ألف. برافو، يبقى همزة على ألف. جلست على شاطئ الخليج. قولي يا نور. شاطئ. أنا شايفة الصورة أو يا شرف أوضح. أنا بقول لك أهو شاطئ، الطاء تحتها كسرة، يبقى الهمزة على إيه؟ على الياء. برافو، يبقى همزة على ياء. دي كلها اسمها همزات متطرفة. تتساقط قطرات المطر ببطء، همزة على إيه يا براء؟ براء. ببطء. يا مس هو فين السؤال؟ أهو، أهو. تتساقط قطرات المطر ببطء، همزة على
السطر. همزة على السطر علشان الطاء فوقيها سكون. فهمنا يا ولاد الدرس؟ يبقى الهمزة المتطرفة اللي بتبقى يا إما على ألف أو على واو أو على ياء أو على السطر. بتبقى على ألف إمتى يا ريتال؟ لما بيكون في الحرف اللي قبليها فتحة. برافو. بتبقى على ياء إمتى يا خديجة؟ لما الحرف اللي قبليها يكون عليه كسرة. كسرة. برافو. بتبقى على واو إمتى يا جودي؟ لما الحرف اللي قبليها يكون مضموم. برافو. بتبقى على السطر إمتى يا عمر شريف؟ بتبقى على السطر لما يبقى الكلمة آخرها ألف. إيه ده؟ لما بيبقى قبلها ألف مد أو لما تبقى الحرف الأخير عليه سكون. لما بيبقى قبلها ألف مد أو الحرف اللي قبلها عليه سكون. تمام يا ولاد. هي دي الهمزات دي اسمها همزة متطرفة، لأن هي بتيجي في آخر الكلمة.